المسقعة بتاعتنا اهي يا جماعة، ربنا حسن ختامها الحمد لله. عملتها اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهم حاجة عندنا في الاكل تقديمه يا جماعة. بحب ايه يعني، كلنا شاطرين والحمد لله يعني، بس ايه في طريقة في الاكل كده ايه بتخليه ايه شكله كده ايه يفتح النفس. العين بتاكل يا جماعة قبل ما الواحد بيحط الاكل في بقه، العين بتبص للاكل. بتحب شكله، تحب تاكل منه. تمام تمام. هنا ايه انا عملتها خلاص الحمد لله وخلصتها خالص ايه، وقلت اصور لكم ايه، اخد لكم اللقطة الجميلة دي. شكلها جميل بصراحة، بسم الله ما شاء الله. حتى ايه البتنجان كده والفلفل اهو في النص، وهنا بقى ايه حبة فلفل حوالين الطبق كده ايه مجرنشة بيهم. بتخلي ايه الشكل ايه الطبق جميل كده اللهم بارك. اهم حاجة ايه يا جماعة الاكل ايه في تقديمه. يعني لو كان الاكل ده يعني مثلا فول وطعمية وحاجات من دي، انا مش بقلل من الفول والطعمية، كل نعمة ربنا حلوة يا جماعة. ده انا يعني انا بحب الطعمية جدا. يعني عندي استعداد افطر طعمية واتغدى طعمية واتعشى طعمية، بحبها جدا. والفول بحبه، بس الطعمية دي بقى عندي حكاية يعني. نعمة ربنا كلها حلوة يا جماعة، ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. انا بحب ايه يعني ايه. يعني ممكن حد يقول لي انت فاضية بتقعدي تعملي كده. ناس كتير اعرفهم بيقولوا احنا نقلي ونحط في الاكل على طول كده في الحلة ومش عارفة ايه. لا انا ما بحبش كده بصراحة، انا بحب ايه يعني اعمل الاكل بطريقة حلوة يعني. الاكل مش بفخامته، الاكل ببساطته يا جماعة. وربنا يديمها نعمة نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وادي طبق البتنجان بتاعنا المسقعة يعني. بألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا إن شاء الله كده أنا هعمل مسقعة يا جماعة. تمام تمام. هنا البتنجان أنا بجيبه بغسله الأول، بصبنه يا جماعة. بصبنه، بحط حبة صابون سائل كده على إيدي، وبروح مصبناه وبغسله كويس تحت المية. وبروح مقشراه مخرطاه ورش عليه حبة ملح. وبروح ايه مقلباه في الملح، وبروح ركناه ايه في المصفى على جنب. انا هنا عندي الفلفل كبير يا جماعه، اعمل فيه ايه. الفلفل القرن عملته على 3 مثلا ايه قطعات، او 4 كمان. هنا الفلفل انا ما حشيتوش ملح لان كده كده هو ساعات يعني لما بقطعه مكعبات برضو ما بحطلوش ملح، هيتحط ملح بقى ايه في التسبيكه بتاعته بس. هنا ايه مقطعاه برضو ايه مش حشياله ايه ملح، بس ايه مقطعاه قطعه ايه على 3 على 4 كده ايه قطعه كبيره شويه. هنا الطماطم بتاعتي خرطتها. هنا الثوم ده عندي انا بجيبه بقشره، وبيقعد عندي من السنه للسنه في الفريزر. بس ما بطحنوش يا جماعه، بطلع بالطلب وبروح ما ايه معاملاه. هنا مقطعه كام فص ثوم على حرف السكينه كده، كانك عاملاها ايه في الكب عادي يعني. وتومة التسبيكة بتاعت المسقعة مهما تكون يعني كبيرة شوية ما بيجرالهاش حاجة، لو مخرطاها كبيرة ما بيجرالهاش حاجة. تمام تمام. هنا ايه انا بكسب ايه وقت. هنا الفلفل مع البتنجان، دي طريقتي يا جماعه، انا بوريكم بس الطريقه بتاعتي في ترتيب الخطوات بتاعتي. بدل ما احط البتنجان لوحده في مصفى، الفلفل لوحده في طبق او في مصفى، لا، ده على جنب وده على جنب. بس بعد ما بقلبه في الملح بروح جايبه البتنجان على جنب. هنا يبقى انا استعملت مصفى واحده، ما استعملتش حاجتين، عشان ايه الواحد ما يقعدش ايه يعني يكتر في مواعين حواليه يا جماعه. هنا الطماطم خرطتها، هنا التوم عملتها. يبقى انا كده ايه هسيبه، هغطي على المصفى دي طبعا مش هسيبها كده، واسيبه لغايه ايه الميه اللي فيه ما تتصفى. بروح بقى ايه ابدا ايه في القليه. بعد كده ايه اسبك، بعد كده ايه اقليه ان شاء الله كده باذنك يا رب. هوريكم انا ايه عملته ازاي في الشكل بقى الجميل بتاعه. بعد ما بيتعمل بتبقى المسقعه جميله كده وحلوه، بسم الله ما شاء الله، بالف هنا وشفا يا رب لله ياكل. ودي ايه اول خطوه. اهم حاجه في الشغل ضبط الشغل يا جماعه، اهم من الشغل ضبط الشغل، ان احنا نرتب خطواتنا يا جماعه. تقومي ما تتعبيش خالص. تمام تمام. ودي ايه بنقول افكار، وكلنا بناخد افكار من بعض، وكلنا بنتعلم من بعض، وكلنا ستات بيوت شاطرين. ربنا يدينا الصحه يا رب ونعمل اللهم امين يا رب العالمين.